السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم شهيوات ماجده، وديما كيف العاده تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وفيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نحضر معكم هذا البطبوط اللي كيجي رائع وكيجي غزال. تعتمدوا هكا في الشهر الفضيل ديال رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحيحه والسلامه والهنا وراحه البال يا ربي. شوفوا معايا كيجي خاوي من الداخل، كيجي غزال. ما نقول لكمش هذا البطبوط شحال كيجي زوين. هانتوما كما كتشوفوا في لا فيديو. بسم الله على بركه الله. عندي في الدقيق الكميه اللي كتفضلوا بغيتوا ديروها غديروها. انا درت هنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض اللي كنغربلو على هذا الشكل، وكذلك عندي رابعه ديال الفينو وكنخلهم هكا ولا كنغربلهم كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. من بعد عندي معلقه ديال السكر حبيبات ومعلقه مع عمراش ديال الخميره معجونه اولا الخميره فوريه، وكنعجن بالماء دافي درجه الحراره اللي كتحملها اليد ديالنا. الملحه ما كنضيفهاش دابايا حتى كنجمع العجينه ديالي. كنبقى مستمره على هذا الشكل كنخوي الماء وانا كنجمع العجينه ديالي. كما كتشوفوا العجينه ما خصهاش تجي قاصحه، يعني من الاول ديالها كما كنقولوا كنربي العجينه ديالي وهي شويه يعني هكا ماشي كما كنقول يعني مرخوفه. هنا عندي الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، ديما السكر والملحه كيبقى على حسب الذوق كما كنقول في كل فيديو. هنا كندير الملحه وكنضيف شويه د الماء وكنبقى نستعمل كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا كما كنقولوا هاد البنيات ولا رشه ودلكه على هذا الشكل. مهم دلكوهم مزيان البنات، ضروري هاد البطبوط خصو دليك باش كيعطينا واحد النتيجه كما شفتوا معايا في لا فيديو اللي هي زوينه. كما كتشوفوا معايا كندلك على هذا الشكل، يعني كنبغي نخلي الفيديو بجميع المراحل ديالو، ما كنبغيش زعما ندوز المقاطع. كنبقى على هذا الشكل والمره الثانيه كنضيف الماء وكندير هاد العمليه هذه ولا هاد الطريقه. هنا بعد ما يعني العجينه ديالي كتصبح على هاد القوام هذا، ما قاصحه ما مدقصه يعني ما خفيفه، يعني ما بين وبين، يعني شويه العجينه تكون كتلصق في اليدين ديالكم. كنخليها في هاد الاناء ولا في هاد لوبول وكنغطيها يعني على حسب الوقت ديالكم وعلى حسب الجو. يعني انا خدات معايا هنايا نص ساعه على ما ساليت شغالي وعاد رجعت لهاد العجينه. وإلا بغيتو تخليوها حتى ساعه ولا اكثر يمكن لكم، راه كتعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه. غير انايا كنت مزروبه بها خصني نحضرها فحضرتها، يعني خليتها ارتاحت نص ساعه. كتجي غزاله وكتجي كما كتشوفوا معايا هنا ما دهنت لا يدي لا والو باش هي التصقت لي في العجينه. كتجي مهويه العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت. هنا ما كنديرش الفينو ولا السميده، كندير الفورس، كنستعن بواحد شويه ديال الدقيق الابيض كما كنقولوا اللي هو الفورس الرطب على هذا الشكل هذا. وكندير واحد الكويرات اللي كيكونوا متقادين كما يمكن لكم تعبروهم في الميزان على هذا الشكل هذا. كندير الكره ديالي، يعني هاد نص كيلو ديال الدقيق وربعه الفينو راه خرجت لي الخير والبركه. كما يمكن لكم تضاعفوا الكميه وتحتفظوا بها. كنبقى مستمره حتى كنسالي الكويرات ديالي ورا العجينه يعني مطاوعانه ورطبه وكتجي غزاله هاد العجينه هذه. فقط كما قلت لكم يعني دلكوها مزيان. كنوريكم يعني المراحل كلها. هاد الكويرات هكا كندير لهم. بعد ما كنسالي الكويرات ديالي كنديرهم في منديل وكنغطيهم، والكره الاولى هي اللي كنجيبها وكنقرصها على هذا الشكل بشويه ديال الدقيق. ما تبالغوش في الكميه ديال الدقيق، وبالنسبه للتقراص ما تقرصوش بزاف ولا كما كنقولوا ما تطرقوهمش. كل واحد شنو يقول، احنا كنقولوا نقرصوهم وكاين اللي كيقول كنطرقوهم، يعني على هاد الحجم هكا يجيو. هنا كنديرها في المنديل ديالي وكنغطي عليها وكنبقى مستمره، يعني كنهز الاولى اللي بديت حطيتها كورتها هي الاولى وكنولي نهز الثانيه وانا مستمره هكا.
بعد ما كنسالي راه ما كنخليهمش البنات يرتاحوا بزاف ولا يخمروا، يعني كنخليهم هكاك غير واحد 10 ديال الدقائق على ما كنسالي. وكنبدا عاوتاني بالاولى. والمقله ديالي هنايا اي طاجين ولا اي مقله عندكم متوفره كتديروها، ما كتسخنش بزاف، يلا كتدخلها السخونيه وكديروا البطبوط ديالكم وكتبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا. شوفوا كي كتنفخ هكا، كتبقاو تقلبوها، غير كتحطوها كتقلبوها وكتبقاو تقلبوا فيها وتعاودوا، يعني غير كما بغيت نقصد معكم، غير كتحطوا يعني هاد البطبوطه كتقلبوها في نفس الوقت، كتبقاو هكاك مستمرين باش كتعطيكم هاد النتيجه هادي. وكتنفخ وكتجي على هاد الشكل هذا، راها كتنفخ كتولي بحال الكره. كتبقاو مستمرين، يعني انا كنبغي نطيبهم يعني من الجوانب كلها، ما كنبغيش نخلي ديك الجهه تبقى بيضه، ما كيبغيوش حتى ولادي ياكلوهم ليا يعني. كنبقى نطيبها كما كتشوفوا معايا يعني من الجهتين كلهم. وما راهم هنا غير محمرين فقط، الاضاءه مع 11 رجم والشمس جا يعني الاضاءه جات هكا. ها نتوما راني كي درتها قلبتها، كنبقى مستمره على هذا الشكل هذا. كنتمنى لا عجبكم لا فيديو، يعني تشاركوه مع العائله والاصدقاء وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، باش هكا نبقى نستمر نحط معاكم يعني وصفات. وتخليوا لي واحد لي لايك. وكنبقى مستمره كنطيب على هذا الشكل، من بعد كنوقفهم هكا يعني مع بعضياتهم باش ما يطيحوليش. وكنبقى مستمره ما تحرقوهمش. كما واحد الوحيده راها باينه تما شويه تحرقت ليا من الجنب على هذا الشكل، حتى كنسالي الكميه اللي عندي. بالنسبه للحشوه يعني الا بغيتوا الحشوات هكا ديال هذا البطبوط كتبوها لي نحضرهم معاكم، ولا ديروا اي حشوه كتفضلوها ديروها، راه كيجي خطير وكيجي غزال هذا البطبوط هذا. وهنايا كنديرهم في كيس بلاستيكي وكنحتفظ بهم في المجمد كما كتشوفوا معايا. شوفوا كي كيجيو خاويين من الداخل وناجحين مليون في المية، يعني هكا تحضريهم في رمضان ان شاء الله يا ربي راهم كيجيو واعرين كما كنقولوا. يعني واخا غنجلس نهضر عليهم ما غنوفيش بحقهم هكا على هذا الشكل هذا. وكنتمنى نلقاكم على خير وبخير في وصفات جديده وفيديوهات جداد، وبسلامه عليكم.